السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نزلت السوق ويعني بعد مدة طويلة ما كنتش بنزل بقالي قد أسبوعين 3، ولقيت إن أسعار العصافير بسم الله ما شاء الله بقت ارتفعت فوق، بقت حاجة الصراحة حاجة جميلة. يعني دلوقتي اللي عنده عصافير يعني يمسك فيها ويفرخ عنده في البيت وينزل يبيع زغاليل ويبيع شبابات بأسعار جميلة جدا جدا. بجد العصافير بدأت إن هي ترتفع لأن في طبعا طلبيات من التجار، وتلاقي إن العصافير كلها بسم الله ما شاء الله ارتفعت أسعارها بقت في العالي. يعني عندك الكوكتيل اللاتيني النهاردة سعر التداول ما بين الهواة كان ب1200 جنيه، من 1100 و1200، والشبابات كانت بتتباع ب900 جنيه. أما الشبابات الزغاليل كانت بتتباع ب750 و800. كوكتيل اللي كان يعني ماسك مدة طويلة جدا كان بيتباع ب300 جنيه، دلوقتي بسم الله ما شاء الله خلاص رفع. كل العصافير دلوقتي الحمد لله أسعارها رفعت قوي قوي. يعني تنزل تبيع دلوقتي الجوز العصافير يغطي معاك تكلفة الأكل اللي انت بتكلفها. دلوقتي كلنا عارفين طبعا ان البيليكم النهاردة كان سعره في السوق ب35 جنيه والفلارس ب55 جنيه. تعالوا نسمع مع بعض أسعار العصافير، سعر التداول من الناس من بقهم، كل واحد بيقول عايز في العصفور اللي عايز يبيعه بكام. لا اله الا المدربة دي على 400 جميلة بسم الله ما شاء الله عليها. والزبرة على كام؟ الزبرة على 150 وفيها صفر 400. تمام. ايه؟ دكر. فين تاكله؟ على كام جوز؟ ايه؟ 800 جوز. واللاتيني عامل كام؟ 1200. بقول لك الدكر ده عامل 1200. 250 دهب امشي حاجه يمشي دي عامل كام؟ ايه؟ 150 و500. اللاتيني عامل 1200 دلوقتي؟ واللاتيني عامل 1200. والحبش عامل كام؟ الحبش 250 حتى 250. يعني الجث مع 500 دلوقتي. جو الألبيو ده عامل كام دلوقتي؟ الشريم دلوقتي 800 جنيه. 800 ما تطولش. تمام. والزبرة ده بقى الطفرات. في عدس سعاده وفي قصر اللي فيها بنت انصاص. تمام. وفي دكر هاب اورانج. يعني هاب اورانج عامل 400 والقصر العادي عامل 150 والتانيين عامل 400 جنيه. 400 تمام. ربنا يجعل على السمانه ان شاء الله. الجوز اللاتيني دلوقتي وصل على 1300، يعني 1100 و1300. لما كنت 800 اللي هو حسب تقريبه. اول شغل 150 فولا، 150 مره واحده يا راجل. يعني 100 لا 100 لا ماشي. هو عشان خاطر بس الناس يعرف على القناه بس. حبيبي يا بنت شكرا. دي ولد ولا بنت؟ ولد. ولد عامل 200.